السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بحبايبي طلبة الصف الثاني الإعدادي مع حل امتحان الجبر. أتمنى إنك تكونوا حبايبي حليتوا كويس في الامتحان. ودلوقتي هنحل الامتحان مسألة مسألة. أدي أول مسألة يا حبيبي. طبعا السؤال الأول كان عبارة عن 3 اختيارات. الجذر التكعيبي 9 وعندك 3، أكبر من، أقل من، يساوي، أكبر ويساوي. طبعا الحل طبعا أقل ليه؟ أنا عايز أحول ال3 إلى جذر تكعيبي، بمعنى ال3 حل وناتج لجذر تكعيبي كام؟ جذر تكعيبي 27. لما أقول لك الجذر التكعيبي لل27 كام؟ هتقول لي 3. أصبح عندي جذر تكعيبي 27 وجذر تكعيبي 9، يبقى مين الأكبر فيهم؟ الجذر التكعيبي 27 ولا الجذر التكعيبي 9؟ واحد بيقول لي يا مستر الأكبر طبعا الجذر التكعيبي 27، تمام؟ وبالتالي الجذر التكعيبي للتسعة أقل من الجذر التكعيبي 27، وطبعا الجذر التكعيبي 27 حلها بيكون 3، وبالتالي هنا الحل طبعا إيه؟ أقل. جذر تكعيبي 9 أقل من 3، تمام؟ السؤال التالي، كل عدد غير نسبي هو عدد. الإجابة طبعا يا حبيبي هو عدد حقيقي. معايا؟ وعدد حقيقي ليه؟ لأن معنى الأعداد الحقيقية أو معنى عدد حقيقي هو اتحاد الأعداد النسبية مع الأعداد غير النسبية، وبالتالي كل عدد غير نسبي هو عدد حقيقي، تمام؟ رقم 3، العدد غير النسبي المحصور بين 3 و4 هو، طبعا أنا كاتب لك الحل على طول، هو طبعا في الامتحان كان نقط، طبعا نقط وقدامك عندك اختيارات. طبعا الحل عندك هنا إيه؟ جذر تربيع 10. ليه بقى جذر تربيع 10؟ مع كده عشان لو أنا ربعنا ال3 هتبقى كام؟ هتبقى 9، وربعنا ال4 هتبقى 16. يعني ما أقول لك جذر التربيعي التسعة جذر التربيعي لل16، إيه اللي موجود بين التسعة وال16؟ عندك اختيارات، طبعا يكون الجذر التربيعي 10. يعني الجذر التربيعي 10 موجود بين الجذر التربيعي للتسعة والجذر التربيعي لل16، على أساس إن إحنا ربعنا ال3 وربعنا ال4 زي ما قلت لك، تمام؟ نيجي بعد كده السؤال الثاني. أكمل ما يأتي. الجذر التكعيبي لل27 ناقص الجذر التكعيبي 64. هسألك السؤال، الجذر التكعيبي لل27 كام؟ هتقول لي 3، تمام؟ لأن 3 في 3 في 3 يساوي 27. الجذر التكعيبي لل64 كام؟ تمام هيساوي 4، تمام؟ وبالتالي عندنا هنا الجذر التكعيبي لل27 هيساوي 3، الناقص ينزل، الجذر التكعيبي لل64 هيساوي 4، يبقى 3 ناقص 4 كام؟ هيساوي -1، تمام؟ رقم 2، الجذر التكعيبي ال64 هيساوي كام؟ هيساوي 4، تمام؟ طب الجذر التكعيبي ال64 هيساوي كام جذر تربيعي؟ طبعا الحل زي ما انت شايف هيساوي 16. ليه؟ لو احنا قلنا الجذر التكعيبي ال64 هيساوي 4، تمام؟ والجذر التربيعي لل16 هيساوي برضو ايه؟ 4. طبعا كده معناها ان الجذر التربيعي يساوي 16 زي ما انت شايف، لان الناتج الاثنين هيكون 4. يعني ناتج الجذر التكعيبي لل64 4، ناتج الجذر التربيعي لل16 هيساوي كام؟ هيساوي 4. ناتج الجذر التربيعي لل16 هيساوي 4، تمام كده؟ نون اتحاد نون شرطة هيساوي ح. ليه؟ نون يعني عدد نسبي او الاعداد النسبيه، اتحاد الاعداد غير النسبيه طبعا هيساوي ح. قلت لك قبل كده ان ح معناها مجموعه الاعداد الحقيقيه، والاعداد الحقيقيه عباره عن اتحاد اعداد نسبيه مع اعداد غير نسبيه، تمام كده؟ نخش على السؤال الثالث. حل المعادله 5 س ناقص 2 الكل أس 3 زائد 10 يساوي 18، تمام؟ اللي هيحصل طبعا كالآتي، الموجب 10 ديك هنطلعها بره بالسالب، طبعا زي ما انت شايف كده قدامك 5 س ناقص 3 الكل أس 3 يساوي موجب 10 تطلع بره تبقى بالسالب، أصبح 18 ناقص منها إيه؟ 10، وبالتالي 18 ناقص 10 يساوي 8، تمام كده؟ طبعا بأخذ الجذر التكعيبي للطرفين
هعمل جذر تكعيبي للطرفين، الطرف الاولاني والطرف الثاني. فلما اعمل جذر تكعيبي للطرفين طبعا الحل هيبقى كده 5 س ناقص 2 هيساوي 2. تمام؟ لان الجذر التكعيبي هياخد معايا الأس اللي هو 3، والجذر التكعيبي لل8 هيساوي 2. هطلع السالب 2 بره طبعا بالشكل كده، 5 س هيساوي 2 زائد 2. دي سالب 2 تطلع بره تبقى موجب 2. اصبح 5 س هيساوي 2 زائد 2. تمام؟ وبالتالي 5 س كده هيساوي 4، اصبح قيمه السين لوحدها هيساوي 4 على 5. هو دي طبعا الحل. وبالتالي طبعا نكتب مجموعه الحل هنا يساوي 4 على 5، مجموعه الحل يساوي 4 على 5. تمام؟ السؤال اللي بعده، وطبعا السؤال الاخير، رتب الاعداد الاتيه ترتيبا تصاعديا: جذر التربيعي 27 سالب جذر التربيعي 45 جذر التربيعي 20 6 0 جذر التكعيبي سالب 1. في مشكلتين قدامي، الستة والجذر التكعيبي سالب 1. دي كله جذور تربيعية، مطلوب مني أحول ده كله إلى جذور تربيعية عشان أقدر أرتب. الستة عايز أحولها لجذر تربيعي. الستة أساسا زي ما أنت شايف عبارة عن جذر تربيعي لل 36. يعني لما أقول لك الجذر التربيعي لل 36 هيساوي كام؟ هتقول لي 6. تمام كده؟ الجذر التكعيبي للسالب 1 حلها أساسا عبارة عن سالب 1 زي ما أنت شايف. الجذر التربيعي بتاعها بيكون برضو سالب 1. تمام كده؟ إذا من خلال الجذر التكعيبي سالب 1 قدرت أجيب الجذر التربيعي أصبح سالب إيه؟ طبعا السالب بره الجذر، ما ينفعش السالب جوه الجذر. تمام كده؟ الترتيب بعد كده، طبعا في الترتيب زي ما أنت عارف طالما ترتيب تصاعدي ببدأ بالسوالب، ولكن طبعا زي ما أنت عارف بالنسبة للسوالب الكبير هو الأصغر. بمعنى أنا عندي هنا سالب جذر تربيع 45، وعندك هنا برضو إيه سالب في تاني سالب إيه قدامك هنا في سالب اللي هو إيه سالب جذر تربيعي إيه 1. تمام؟ مين الأصغر فيهم؟ السالب جذر تربيعي 1 ولا السالب 45؟ طبعا اكيد السالب 45 هي الاكبر، هي الاصغر. يعني سالب جذر تربيعي 45 هي الاصغر، زي ما قلت لك قبل كده ان الكبير هو الاصغر في السوالب. طبعا الترتيب زي ما انت شايف اهو كده، اصغر حاجه السالب جذر تربيعي 45، وشيء طبيعي طبعا اللي بعدها السالب جذر تربيعي ايه 1. بعد كده اخش بقى ايه على الموجب، ولكن قبل الموجب طبعا في عندي ايه الصفر. طالما كده اذا عملنا الصفر. بعد كده بقى نخش في الأعداد الموجبة. طبعا أول حاجة الأصغر جذر التربيعي 20. تمام كده؟ إيه الأكبر من الجذر التربيعي 20؟ هلاقي طبعا عندك زي ما أنت شايف الجذر التربيعي 27. إيه الأكبر بعد كده من الجذر التربيعي 27؟ طبعا هلاقي الجذر التربيعي 36. وطبعا أساسا ممكن نكتبها 6 مش جذر تربيعي 36. بس انا كتبت لك كده ايه عشان تعرف ايه ان دي عباره عن جذر تربيعي 36. يعني طبعا المفروض اساسا ما نكتبش الجذر التربيعي 36، نكتب 6 على طول. عشان كده انا كده عملت لك باللون الاحمر، لان المفروض برضو خد بالك بنكتب 6 مش نكتب جذر تربيعي 36، يعني بنكتب العدد الاصلي اللي هو 6. تمام؟ فانت خليك فاكر انا عامل لك باللون الاحمر ليه؟ عشان تبقى عامل حسابك ان تكتب السته مكان جذر تربيعي 6 وايه و30. بس انا عملت كده الهدف من كده ايه؟ انك تعرف ايه النظام الترتيب بالظبط. يعني اول حاجه السوالب، الكبير هو الاصغر، بعد كده الصفر، بعد كده الصغير والكبير كبير بالنسبه للجذور التربيعيه الموجبه. تمام كده؟ اعتقد الامتحان سهل جدا جدا. اتمنى لكم التوفيق يا حبايبي، ربنا يوفقكم وتكون يا رب من افضل واحسن الناس، وتخشوا ان شاء الله السنه الجايه ان شاء الله ثالثه اعدادي. اتمنى لكم النجاح والتوفيق، والسلام عليكم ورحمه الله.